الفتة المصري بتاعتنا اللي بالخل والثوم، في ناس بتعملها بالصلصة وفي ناس من غير. انتوا بتاكلوها ازاي؟ مية من الحنفية مش سخنة، ننزل فيها اللحمة ونسيبها تغلي وتطلع الريم كده، نشيله ونحط المطيبات والبصل. تغلي غلوة كده نغطي ونوطي ونسيبها لحد ما تستوي خالص، اخدت تقريبا ساعتين. نيجي بقى للرز، هنحط سمنة وشوية زيت بسيط وفص مستكة يسيح، نخش بقى عليهم برز خيرنا اللي مفيش احلى منه في مصر بجد. الرز بتاعهم يجنن، ده رز مصري. هنحط منه كوبايتين ومش هغسله، هو مغسول مسبقا. هنحط كوبايتين زي ما انتم شايفين كده وهملحه ونديله تقليبه وننزل عليه بميه تغطيه تقريبا 2 سم. بعد 10 دقايق بفتح عليه اديله تقليبه واحده بس، ما بقعدش اقلبه كتير، عايزاه مفلفل، واغطيه واسيبه يستوي خالص على شيء. انا بحب اعمل تسقيه للعيش، بحط زبده او سمنه زي ما تحبوا وزيت، وانزل عليهم بالثوم بس يا دوبك ريحته تطلع، ننزل بالخل، وبعد كده بحط عليهم الشوربه. الريحه مش قادره اقول لكم، الخل ينزل يعمل قلبان، ونخليها على جنب. تسقيه الصلصه وانا بحبها بالصلصه وده اساسي عندي، حته سمنه وزيت وينزل الثوم كده يصفر شويه، ننزل بالخل برضو يطلع ريحته، ننزل بقى الصلصه ورشه سكر وملح ونحط شويه شوربه وبس كده خلصنا. وبسيب الصلصه تتسبك شويه. ده عيش متحمص في الفرن بشويه زيت، واحط التسقيه عليه اللي عملناها للعيش، والرز القمرز من خيرنا، وكمان الصلصه ده اساسي عندي بالصلصه، واللحمه المسلوقه المهريه الدايبه دوب، وشويه بقدونس، ودوقوا بقى الحلاوه، جربوها وطبعا طلعت احلى مع خيرنا.